بره في الحياه الطبيعيه بتتعامل مع ستات مسلمات بدون حجاب. لازم عشان نعمل لقاء اعمل كده؟ بعد اذنك لازم اعمل كده عشان هنظهر قدام الناس فنعمل تمثيليه يعني. منظرك كده يشهد الله انه ابهى. لا انا بقى متقبله اللي حضرتك بتقوله ده، وفي انوار شعت من هذه متقبله اللي حضرتك بتقوله ده، ان حضرتك تدعوني وتهديني للحجاب عشان ارضي الله سبحانه وتعالى، لكن تتكلم معايا بره التسجيل من غير حجاب ونيجي قدام الناس البس الحجاب يمكن ما كانت تخلعش نهائي. ايه؟ مين قال لك؟ مين ايه؟ ربنا هو الهادي يا استاذه ريهام. طب يعني بس انا هحس ان انا ممثله شويه. إن شاء الله. لو لبست الطرحه قدام الناس دلوقتي هحس اني ممثله شويه. هذا الكلام تعريض. غيري الموضوع. تكلمي في امور تهم الناس، تكلمي في امور عامه، تكلمي في حياتنا الواقع المهين. لكن ان تقولي هذا الكلام هذا الكلام تعريض. ثانيه واحده بس، حضرتك واخد 1000 جنيه عشان تيجي تزعق لي. بقول لك ايه يا استاذه؟ وتهزقني من ساعه ما قعدت. حضرتك مش بترد على السؤال، هي جايه تتخانق. هتغير الموضوعات ولا ما اقولش؟ انت بتهددني. انت جاي لا غير الموضوعات. هو في راجل لا سامحتي غير الموضوعات. انا بقول لك اهو غير الموضوعات. غير الموضوعات. حضرتك اللي بتشرط عليا يا استاذه غير الموضوعات. انا ما اتكلمتش في موضوع غير الموضوعات بقول لك. والبس الحجاب. لا مش لابساه انا. لابسه لما ربنا خلاص عشان ربنا مش عشان حد. انا اشترطت قبل ما اقعد. انا عند شرط يبقى عندك مبدا. وانت وافقت وضعت الحجاب. تشيلي تاني ليه؟ لا انا ما وافقتش. ترجع في كلامك ليه؟ لا انا ما وافقتش. انت هكذا. وبعدين لا ما وافقتش. وحجاب ايه اللي محطوط وشعري من تحتيه يا استاذ رنده، انا قايل لك هذا الكلام. انتوا جايبين الضيف علشان تمرمطوه، جايبين الضيف عشان تحرجوه. انت عاوزه في النهار. حضرتك اللي بتزعق من ساعه انا رافع قضيه على النهار، انت عارفه كده كويس قوي، وهتنظر في مايو اتاجلت عشان خاطر اغلق القناه. جاي فيها ليه معايا استفسار؟ انا رافع قضيه في النهار. جاي فيها بتاخد منها فلوس ليه؟ طب والله العظيم بتاخد فلوس ليه منها وعايز يعملوا هذا الكلام مع القصاص. بتاخد فلوس واجر ليه؟ مش حضرتك واخد منها فلوس والله دلوقتي عشان تظهر؟ استاذ ايهام واخد فلوس ليه ما حضرتك عايز تقفلها؟ انا مش جاي عشان هذه المرمطه. انت كلمتيني في التليفون على ان انا انسان ليا خلفيه وانسان قلت جاي وبتعمل تمثيليات على الناس. انا اسفه جدا ان في ناس بتتاجر بالدين كده. انا اللي هقوم مش انت.